واحد عزيز يرسل لي على الواتساب قال لو سمحت تعال. ما ذكرك ولا سباك، هو يقول لك لا دقيقة يا طارق، لا تنقص مع الرجال هذا. خلي واحد يتكلم، النباح انا ما احبوش، خلي واحد يتكلم. طيب يلا اتكلم. يا اخي يا حسني اذا بتحسن يا الفاظ اخي انت خليني اتكلم. يا عيسى خليه يتكلم. يا تتكلم عرجل يا حسن. لا فاشل. تكلم يا عيسى خليه يتكلم، خلي احنا نسمع. انا حتى سبه ما سبيتك، انا اتكلم عن الاشياء اللي خليني ايوه احترمنا يا اخي، احترمنا. تكلم. اولا اقسم بمن حل القسم وحرام طلاق 3 من مرتي. الاسود هذا لا اعرفه لا صوتا ولا صوره ولا اسما. الله ينور عليك. حرام طلاق 3 من مرتي، لا اعرفه صوره ولا صوتا ولا اسما ولا انا داري من هو. هذا اول حاجه. طيب يا حسني ممكن يا عيسى خليني اتكلم ولا نتكلم. اولا انت الان طالع تشوه بسمعتي قدام الصغير والكبير، هذا واحده. تمام. لا مش تشويه سمعه، انا تحديد بس يا اخي انا اتكلم، انت لك 7 ايام وانت هو خليني اتكلم واسمع. تكلم يا محمد. يا حسني لو سمحت خليك تتكلم. لو سمحت. الان انت طالع قدام الصغير والكبير، تمام. والحسني لفقت علي كذب، وجو ناس من السعوديه لا عندي لا مصر لا مكتب ومدري ايش، وانا اصلا ما عندي لا مكتب بمصر ولا بغير مصر، انا اتعامل شخصيا. واحده. ثاني حاجه، انت طالع تتهمني بالنصب والسرقه. ادي لي واحد حول باسمي زلط او سلم لي زلط او ادالي جواز ونصبت عليه او اكلت فلوسه، تمام، او ما عاملت له، قدام الصغير والكبير اطلع بث مباشر اقول انا انسان نصاب وقاعد اسرق الناس واسرق اليمنيين، تمام، على قولة عيسى العامري، وكلامه صحيح. ادي لي واحد بس، ادي لي واحد. خليني اكمل كلامي. خليه يتكلم. تطلع تقول لي الاسمدي الاحمدي انا دقيتها يمين طلاق 3 لا اعرفه والله لا انا مصدقك ولا انا داري من هو. والله انا مصدقك يا حسني، لكن اسمع انا صلي على النبي. دقيقة يا حسني. طارق درهم. انا اشتريت عليه بعد يخلص، لو سمحت كتب يا طارق. يعني واحد الان بالواتساب قبل ربع ساعة يرسل لي صورة الرجال انه سارقه $20,000. قلت له اديني ما يثبت كلامك وارسل لي صورة الرجال وانا اطلع اشوله بمقطع بث مباشر وبمقطع في صفحتي. هذه واحدة، تمام. انا جدي له. دقيقة خلوني اتكلم لو سمحتم. شوف يا عيسى، اول حاجة انا اسما معروفا وشخصيه معروفه، واعرف الصغير والكبير، واعرف من قنصل لا وزير لا ويثبت عروسي جاء عندي نائب وزير الداخليه المصري. اول حاجه هذه. ثاني حاجه، انا مش محتاج 1000 ولا 2000 بعد معامله، تمام. اطلع فعلت بون وادخل 10,000. خليني اتكلم للاخير لو سمحت. انت الان تتهم، وعلى الانسان المتهم اثبات كلامه، صح؟ انت جالس تشهر بي، تمام، وتدي كلام من عندك، تمام. ادي لي واحد الحسني نصب عليه او بز عليه فلوس وما سفروش او ما عاملوش معامله، تمام. هذا لك وجه حق تطلع تشهر بي انت وكل الناس، تمام. انت وكل الناس تطلع تشهر بي. اما انك تطلع تديني كلام من وراء ظهري لاجل مشاهدات ولاجل واجل، تمام، هذا خليها بعيد عن الناس. شو يعني لو اجي ارد عليك بمقطع واطلع بث مباشر اتكلم عليك باحلامك، هذا انه يصير. اول حاجه، تمام. عندك شيء ما يثبت ان انا ناصب على اي انسان او عندي زلط لاي انسان، او احد جاء ادي لي زلط ولا ادي لي جواز وما عاملت له او ما عنده معامله عندي او انا ناصب عليه، بعدها اطلع قدام الصغير والكبير اقدم لهم السند وخلي الشخص يطلع يتكلم بمقطع فيديو. ومحبيني كثير، شوف محبيني كثير، حرام لا يتعاونوا معك اعدائي كلهم. هذا اول حاجه. ثاني حاجه، عيسى العامري اول ما دخلت التيك توك، اسكت خليني اكمل كلامي لو سمحت. اول ما دخلت التيك توك الشيخ مالك اسمعنا، جيت لعند محمد الحسني اول قسط طلعك، صح ولا مش صح؟ وكانت دخلتك عندي يا حسني انا اشتي اخدم بعيال بلدي واسفر عيال بلدي، والبثات موجوده للان، بدايتي انا وانت. الحمد لله. هذه انساها يا حسني نفدالك. انا عشان اوصل لك، انت لما تطلع تتفلسف على الناس باي وجه حق، ادي لي وجه حق الحين قدام الرجال هذه عشان ما حد يرجع يزعل الثاني. ادي لي وجه حق واحد انك تطلع تتهمني قدام الناس. ارجع طارق، كل الناس انا ما براعيش لما ينصب عليهم، انا بحذرهم من البدايه. كيف تحذر الناس من البدايه؟ كيف تطعن انسان وتشوله بانسان بالكذب والدجل والنصب بدون اي وجه حق؟ خلصت كلامك؟ رد على كلامي. تتكلم في مجال تكتم، في مجال تكتم. لا انا اسمعك.
لا كتم عادي. اسمعك انا مش عشان تسمعني. ما اريدك تقاطعني. انا عملت لك كذا، سكرت فمي ولا تكلمت. لا تكلم ما بيتكلم. هذا يدل لما اخليك تطلع تتكلم على راحتك، يدل اني انا ما فيش بيني وياك مشاكل شخصيه، انا اتكلم عام. اول شيء يا حسني، اول شيء انت حلفت وحرمت وطلقت من مرتك انك ما تعرف الاسودي، هذه ممكن امشيها لك. لكن انت اول ما طلعت باول فيديو قلت انه ضمينك محمد محسن، ومحمد محسن هو يتعامل مع المكتب هذا حق من ولي عند محمد محسن. بعد ما انا درست الموضوع طلع عبد الله الاسودي. قلت لهم يا جماعه من عبد الله الاسودي؟ ثواني كتم يا جماعه من عبد الله الاسودي. عملت تلفوناتي هنا وهنا ادوا لي تاريخ عبد الله الاسودي من قبل سنه ونص، لما نصب على اليمنيين اللي كانوا في جده اللي باعوا محلاتهم سياراتهم ودخلوا لمصر. اذا انت تتذكر لما كانوا يناشدوا الناس داخل الفيسبوك يا حسني، وانت تعرف بالموضوع هذا، وداخل التيك توك، وفي الاخير قال لهم 14 يوم تاخذوا الفيزا وتسافروا الى بيلاروسيا، عفوا لا روسيا، لانه هو عنده الجواز الروسي. وفي الاخير كأن الارض انشقت وانبلعت. وين شافوا نقطة وصل عشان تكمل. نقطة وصل عشان تكمل يا اخي دقيقة. اولا انت بتتكلم بموضوع خارج موضوعي كليا. انا موضوعي اوروبا وانت تتكلم دقيقة يا اخي دقيقة. انا عشان تواصل كلامك يا حسني. انا مثل ما مهما كان يا محمد محسن، مهما كان لو كان ان شاء الله انا اتكلم عن انا سمعتك للاخير. هي نفسها يا محمد محسن. لا يا طارق مش نفسها، هذا مكتب ما له دخل في الموضوع. انت ما تعرف تكتم يا طارق. بس ثواني حسني، انا اتكلم معك. اول شيء تمام، لما تكلمت انا عن عبد الله الاسودي تمام، اختفى كأن الأرض انشقته وبلعته لما أكل فلوس الناس. قبل تقريبا 4 أو 5 أسابيع أو أكثر كذا شوية، حصلوا هو محمد محسن بالمالديف، الاثنين مع بعض. وكمان لما كاس العالم في قطر كان يشاهد المباراة مع محمد محسن، وكان ساكن هو محمد محسن داخل الإمارات. تمام، هذا عبد الله الاسودي اللي انت لا تقول ما تعرفش نهائيا، وهو مشهور عبد الله الاسودي وكلنا نعرفه. تمام، بغض النظر عن هذا الموضوع كله. فانا لما طلعت، انا ما طلعت احذرهم من الحسني انه الحسني نصاب او كذا. انا تكلمت اي واحد ينزل لهم فيديوهات. طلع محمد محسن، طلع موجود الرجال نفسه. طلع خلص كلامي يا حسني، خليني اخلص كلامي يا اخي. انا ما اريد يا اخي، انا ما احب اطلع واحد عندي لللايف اكتمه، انزل من قيمته او انزله من القسط. لا، انا اريد تعطيني احترامي اعطيك احترامي. خليني اتكلم كلامي وبعدين انت تتكلم. ايش مشتك حتى تتكلم في حقي اشياء ما مش موجوده، ما عندي مشكله. خلني اخلص اتكلم. شوف يا حسني، انا لو دخلت ولقيت فيديوهاتك فيهن 1% صح، كان سكرت فمي ولا نزلت حتى مقطع فيديو. لكن لما اشوفك يا حسني، الشركه اللي تحكي عليها انت في المانيا، ادخلوا بس يا جماعه اللي موجودين هنا، ادخلوا لجوجل اكتبوا الاستثمار داخل المانيا كم، او فتح الشركه داخل المانيا كم، ولا في هولندا. اما هذا حقك التافيا او خلتافيا او مدري ايش اللي انت تحكي عنها، انا ما اعرفهاش. تمام، بس خليني اقول لك شيء. اي واحد، انا ما حذرتهم من الحسني، بس انا ما عندي معك مشكله شخصيه والله العظيم، ما حكيت عليك 1%. لكن انت عصام الدغيشي، الثنتين البنات اللي بصنعاء، عبد الله الاسودي، الاقرع هذا حق المانيا، انا بنزل لكم فيديوهات انه عشان اليمنيين ما يسلموا فلوسهم يرجعوا يبكوا زي الاولين. هذا من حقي اني انا اتكلم. انا ما اكثر من واحد. حلو طلع محمد محسن، طلع محمد محسن. دقيقه اكثر من واحد، اكثر من شخص يجي يقول لي اثبت على الحسني. اقول لهم يا جماعه انا لحذر الناس عشان ما يوصلوا للمرحله هذه اللي يثبت على الحسني انه نصب عليه. افهموا يا اخي، استوعبوا. انا ما طالع اسبك ولا اكذب عرضك ولا شيء، ولكن كوني انا عارف، انا عايش في اوروبا وعارف القوانين في اوروبا. تمام يا اخي، انا شفت فرق لما تكون لاجئ وتسولف في اشياء انت ما تعرفها. يا حبيبي اسمع، انا نتحدث قدام دقيقه. خلينا نفس الموضوع. بس ثواني حسني، بس كلمه واسكت. 21 يوم يا عيسى بس اسكت. انا الان افتح معك جوله 21 يوم. دقيقة. ابى اطلع ناس معي في مصر. تمام، 2 اشخاص اللي خلصت شركتهم للان. تمام، بعد 22 يوم ب5 ايام اذا وصلوا داخل اوروبا اللي كانوا عندي في مصر، تمام، وصوروا مقطع في اوروبا وداخلين رسمي بجوازاتهم اليمنيه، علي الحرام والطلاق. بلاش قاعد تضحكوا على الناس يا حسني. انا الان اسمع، انت قلت في 15 حي لا انفض ميتينك قبل الحيين معك. انت قلت دقيقه محمد الحسن ينفض والدك ليل الله مع نهاره، لانك بتتهمني تمام باتهامات باطله وما عند
اهلاتك اي اثبات. نزله، نزل كستمه قبل ما اغلط علي. نزله تسفر الناس. ابره يلا انزل. ابره قبل ما نكعر والله. دقيقة. أول حاجة يا حسني، أول حاجة الانفعال حقك يدل على أشياء كثيرة قدام المشاهدين. ثاني حاجة يا حسني، أنا أتحداك وأتحدى أكبر كبير فيكم أن يفتح معي جولة، وأنا قل لا شركة حق السعودية حق حق توزيع الأكل. أشفعل كتم يا مالك، كتم ثواني بس. أنا أتحداك يا حسن يفتح معك جولة وأروح للوسترين يوني ولا للمنيجرام وحول لك $15,000 وأخليك تدخل أخي لهذا مستثمر وأوريك قدام الملأ إنك إنسان نصاب وما عندك سالفة. يا حبيبي الفيديو حقك كله كذب في كذب. عبد الله الأسودي نصب على الأمة كلها وهو صديقك، والآن حلمت وطلقت من مرتك ما تعرفه. محمد محسن موجود باللايف، أتحدى محمد محسن يطلع ينكر انه ما كان ساكن هو عبد الله الاسودي. عبد الله الاسودي من الصبح لليوم قد طلع لي 1000 واحد يحكي لي قصته وكم فلوس نصب عليهم. انا اتكلم من حقائق. اي واحد يقول لكم يا جماعه ادفع وانا ادخلك اوروبا، هذا واحد نصاب كذب. ما في اوروبا في 3 حاجات تقدر تسافر فيها اوروبا، تمام؟ الاولى فيزا سياحيه، والثانيه اوراق مرضيه، والثالثه سياحه، والرابعه اللي هي انتحاريه التهريب. انفروا، هذا هو فقط. اما تجي تقول ادفع وانا ادخلك، ادفع وانا اسردك. نعم صحيح. تصل الموضوع. يا اخي ثاني شيء قدر الحسني مجرب من الشركه حق اللي كانت في السعوديه حق الاكل. يا اخي حسيت انه انا يا اخي اشفعل فيها. اسالي كم نصب على ناس منها. شخصيا نهائيا ما عندي معاه مشكله شخصيه ابدا، لا هو ولا غيره، ولكن من حقي انا الشكاوي اللي وصلتني اكثر ما تتصور. اتكلم بدون ما يدخل الواحد على شرف. اللي يدخل على شرف بند على واحد. انا اعطيته مجال يتكلم لما يخلص. المفروض ما ينفعل ولا يسب، لا يسبش ابدا. كيف حالك؟ تفضل يا اخي محسن، هلا وسهلا. الحمد لله. شي معاكم مهرة، شي معاكم خبر؟ والله على قاعدين نشتغل. وش قاعدين نسوي؟ اول حاجه عشان ما اكونش ظالم ولا اكون كذاب. محمد الحسني لا يعرف عبد الله الاسودي لا من قريب ولا من بعيد، ولا يعرف حتى لونه. هذه اول حاجه. ثاني حاجه، انت قلت ان انا ساكن انا وعبد الله. كذاب. قبل فتره سكنت انت عندي الاثبات. يا ابني انا معي بيت مستقل واسرتي عندي، اروح اركب عبد الله؟ انت تتهابل. شوف مهما كان لا تعرف الاول والاخر. دقيقه ثاني حاجه، انت كنت انت ولا بالمالديف ولا لا دقيقه، كنت انت ولا بالمالديف ولا لا؟ خلينا اتكلم جيب لي مجال. والله بالفيديو يا محمد محسن عندي. عبد الله الاسودي صديقي وتقول انه مقرب. قد يكون مقرب، ايوه مقرب. ايش عمل له؟ نصب على الناس. روحوا طالبوا. انا كلمته قال لي المعاملات اللي عاملتوها للناس بفيز صاحب المكتب اللي انا اعامل عنده، اللي عامل نصب علي. نصب علينا كلنا. انا حالي والله. هذه ما حالي والله. انا صابر يا محمد. خسرنا خسرنا الملوخيه يا محمد محسن. والله العظيم يا اخي لا تتبروا على الناس بهذه الطريقه يا محمد محسن. والله عيب تبر بهذه الطريقه. والله عيب يا محمد محسن. طبعا الجميع. كتم يا مالك كتم. خلوا محمد محسن يتكلم امانه. خلونا نكمل. انا مش ملزم ان انا اروح اطالب حق طارق ولا عبد الله الا من باب انه صاحب. يا حبيبي لا تبلغ ما فيش داعي. يا عيسى اجيب لك دليل ان انا ما اناش ملزم. انت نصبت على واحد اسمه هلال وما قدرتوش الزمك تدي له بيسه. انا نصبت. أيوة. انا الدليل. اسمع محمد محسن. ابوها اسمعني. انا اخذت منك محمد محسن. انا اخذت منك اللي يريده. انا اخذت منك اللي يريده يا محمد محسن. واذا نصبتك تذوب يا محمد محسن. ايش الكلام هذا؟ قالوا ان نسرق فقد سرق عفاش من قبلنا. ايش الكلام هذا؟ كل ما قلنا بطل السرق، بطل النصب، بطل الحراميه، قالوا فلان قد سرق. ابو عبد الله يا جماعه ثواني. اما الجماعه قاعدين جماعتهم يبلغوا على ليش اسمه على اللايف. ان شاء الله يحرق ما عندي 1000 حساب. بس خلني اقول لك شيء واحد. الان محمد محسن قال لكم عبد الله الاسودي المقرب تبعه، والحسني المقرب تبع محمد محسن. يعني من هانك لا مالك لا قبض الارواح. تمام. الان محمد محسن ودف لما اعترف بهذا الموضوع. تمام. رجع يقول يا عيسى انت نصبت. يشتي يدخلني في حلبه. حبيبي اطلع اتكلم عن موضوع السفر لا اوروبا،
واما انا اللي بطني لابوه شيء يطلع يكسر راسي ويقول يا عيسى هذا حقي، هذا حقي اده. تمام. بالعقل يا محمد محسن انت والحسني، بالعقل. خرج هو 15000 دقيقه. لا عادي خرج ولا قاعد. لحظه عشان خلينا نتكلم. عادي خرج ولا قاعد يا ابو عبد الله. شوف هذا نصبه بطريقه حلوه، انه ياخذوا فلوس الناس وبعدها يقولوا لهم المكتب نصب علينا واحنا انتصبنا من جيشكم والسلام عليكم. مالك انا كنت محتاج الكلمه حق محمد محسن هذا اللي يطلع قال عبد الله الاسودي المقرب حقي. طبعا الحسني المقرب حق محمد محسن. انا شخص علمي وتعليمي وعقلي يفهم للمدى البعيد ايش المعنى من هذا كله. السنه قبل سنه ونص كان بالواجهه عبد الله الاسودي، وهذا السنه بالواجهه الحسني، والسنه الجايه بالواجهه محمد محسن. بام 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 يمنيين. ايوه انتبهوا، خلوا فلوسكم بجيبكم. السفر لاوروبا 3 حاجات فقط يا اخي في سفر لاوروبا بس بطريقه رسميه. سافر وانت مرتاح، لا تخسر فلوسك بالفاضي، بعدها يقول لك نصب علي المكتب. من هالك لا مالك لا قبل ولا روح.